خلوني اخد حضراتكم للي قاله الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل. قال في تويتاية إن الحق في الحياة أغلى القيم الإنسانية. بيقول: من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس جميعا. أعلى القيم الإنسانية ومسؤولية فردية لا تخضع لرأي الأغلبية، لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. والحقيقة أنا مش هدي لنفسي الحق أبدا إن أنا أفسر مين قلة سالكيه وما هو تعريفه للحق، وهل يعني يحق له وهو الدكتور البرادعي إنه يقسم الشعب المصري ما بين مجموعة يرى فيها إن هم سالكوا طريق الحق والآخرين سالكوا طريق الضباب. خلوني أطرح السؤال على الدكتور حازم عبد العظيم. دكتور حازم، يعني أنا بجد فقط وقفت عند المفردات. يعني هل خان التوفيق الدكتور البرادعي إنه فجأة بقى بيشبه الناس اللي طول الوقت بيقول إن هو مش جزء منهم، وبقى هو بيقسم المجتمع ناس طريق حق ومجموعة أخرى هي لا تمثل طريق الحق؟ صباح الخير يا ماني. صباح الخير ومبروك لمصر ومبروك للأهلي وانتعاشة مصرية جميلة جدا امبارح. صراحة الماتش كان قوي جدا والجمهور كان أكتر من رائع. وبرضه حاجة سريعة كده على الداخلية، الموقف اللي هي خدته امبارح كان كويس جدا وكان قوي. صحيح. إن هي قدرت تستوعب العدد ده كله. ويمكن الداخلية كمان من فترة كانت أفرجت عن الألتراس، وكانت برضه في شباب من 6 أبريل أفرجت عنهم عشان الدراسة. في شويه حاجات ايجابيه كده بتتعمل من جهاز الداخليه. يا ريت بس الناس اللي عماله تضرب في الداخليه تبتدي تشوف جزء ايجابي، ان هو بيحاول يقربوا من الشعب شويه. لان ما زال في تغذيه لفكره الداخليه بلطجيه، وحاجه هي مؤسفه جدا من بعض النخبه. انا متابعهم كويس وده شيء سيء يعني. طبعا. يعني دي حاجه على جنب بس مهمه، لانه طالما انت الداخليه بتاخد خطوات ايجابيه خليك معاها شويه يعني. فدي ممكن نتكلم فيها بعدين، لكن انا شايف شويه تحركات كده مش كويسه من بعض النخب يعني. بالنسبه بقى للدكتور البرادعي، الحقيقه يعني انا كنت قررت فتره ان انا برضو بقى خلاص يعني الدكتور البرادعي عامل زي ابو الفتوح كده، كل شويه يطلع بتصريحات وتويتات غريبه، لكن اهو يعني اديها بتسلى زي ما بيقولوا يعني، او بنتابع الدكتور البرادعي بيعمل ايه. هو انا اعتقد الدكتور البرادعي نفسيا هو زي ما يكون مش بيراجع نفسه، لا هو عايز يثبت ان هو صح. يعني هو اخذ موقف معين، والناس كتير جدا انتقدت الموقف ده بشده على مستويات مختلفه. في ناس بتخون وتقول عماله وكلام من ده، طبعا ضد الكلام ده، لكن في ناس شاف الموقف اللي اخدته طعنه في ظهر مصر. هو عايز يبرر لنفسه كل شويه ان هو اخذ السكه الصح، وكل شويه يبرر للناس ان دي هي الانسانيه والمثل، وبيشتغل على حته ان انا بتعامل بضميري، وان اللي حصل ده غير انساني، وعايز باستمرار يثبت ان هو صح. ففي الفتره اللي فاتت كل ما يحصل حاجه من جماعه الاخوان، سواء قتل اللي حصل في كريست الوراق، او مثلا الطفل اللي مات في العمرانيه، ما بيطلعش اي تعليق نهائي. اي حاجه ليها علاقه بضرب الجنود في سيناء او استشهاد ابطال سواء في الشرطه او في الجيش ما بيعلقش خالص. شاف باسم يوسف حصل موضوع منع البرنامج، راح طلع تويت على طول في ساعتها بيؤيده وبيتكلم على كلمه قمع. يعني هو حتى لم يتحقق ان اللي حصل ده من الدوله ولا علاقه بين السي بي سي وبين باسم يوسف، حاجه تجاريه بينهم وبين بعض يعني. فهو استغلها لصالح ما يريده بداخله. نفس القصه اليومين دول، هو طبعا واضح ان هو حس باحراج انه لم يعلق اطلاقا على مقتل الطفل في العمرانيه. كانت واضحه جدا الشهاده بتاعت وليد ان الاخوان هم اللي قتلوه، ملهاش حل يعني، واضحه جدا بتفاصيلها. وموضوع مريم وغيره، فهو عايز يقول يعني ما معناه انه الجمله الاولانيه جمله عامه اللي هي من قتل نفسا كانه قتل الناس جميعا. الجمله اللي بعديها الحقيقه بقى انا جبتها شمال ويمين مش قادر افهمها. هو بيقول ايه؟ بيقول اعلى القيم الانسانيه. اعلى القيم الانسانيه، هو بيتكلم على انهي يعني ما هو القيم الانسانيه، يعني بيرفير لايه؟ هو الجزء الاولاني ده بقى قتل الناس جميعا، دي مش قيمه انسانيه، ده جمله بتقول ان اللي يقتل شخص بدون حق كانه قتل الناس كلها. ففين القيمه الانسانيه اللي هو بيعلق عليها؟ ده جزء مش مفهومه. الجزء الثاني بقى المهم بيقول ايه؟ يمكن قدامك الكلام، بيقول ان هي دي مسؤوليه فرديه لا تخضع لراي الاغلبيه. يعني ايه بقى مسؤوليه فرديه بقى؟ هل هو قصده مثلا ان اللي يقتل الاخوان
دي مسؤوليته هو الشخصيه، ما عممش كده على التنظيم. يعني مش معنى ان واحد من الاخوان قتل ان التنظيم ده كله بريء. هو عايز يقول كده يعني. هو لما يكون في مسلح داخل مسيره يطلع يضرب ويقتل ويخش جوه المسيره والمسيره بتحميه، مش كل دول متضامنين في القتل يا دكتور؟ ليه هو بيصر باستمرار من اول واشنطن بوست لغايه دلوقتي ان هو يبعد التنظيم نهائي عن شبهه الارهاب، عن تحمله لمسؤوليه ناشطيه على الارض؟ هو وكأنه بيفصل ما بين النشطاء الإخوان أو الأهل والعشيرة وما بين التنظيم. بالظبط، هو عايز يفصل بين بعض الناس اللي ممكن تقتل من الإخوان ودول المفروض إن هم يدانوا، أتوقع يعني إن هو عايز يقول يدانوا. لكن التنظيم نفسه بتاع جماعة الإخوان المسلمين مش كلهم مجرمين ولا كلهم ضالعين ولا كلهم بيمولوا الجماعة ب 7% و 5% كل شهر ولا كلهم مسؤولين عن القتل. ليه باستمرار عايز يحافظ على تنظيم جماعة الإخوان المسلمين؟ وبعدين الجزء بقى الاخير اللي هو بقى السالك لا تستوحشوا طريق الحق لقله سالكيه. هو عايز يقول بقى ان انا واحد من قله سالكيه ومعايا مجموعه ثانيه ودليلين جدا، بس احنا النوبل، الناس النبلاء، الناس الانسانيين، وانتوا ناس متوحشين وتفضوا حصان رابعه بعنف وقتلتوا ناس وكلام من السكه دي. بصراحه يعني سكه خايبه جدا. يا اما يجي مصر، اولا هو مش عارف يقعد بره، ما تيجي مصر يا دكتور اعمل مؤتمر صحفي ناقش بمنتهى الاريحيه ومحدش يجي ناحيتك ده رايك السياسي وقول رايك وخلي الناس تناقشك. طب هو بالفتوح قاعد في مصر هو يتكلم محدش يجي ناحيته. والدكتور سليم العوة كمان، يعني الراجل اللي هو قاعد يشتم في الجيش وبتاع، ما هو قاعد يتكلم في مصر، هل حد جه ناحيته؟ ما تيجي مصر وتقعد وتتناقش مع الناس وتنزل الشارع. لكن الاختفاء وكل شويه يطلع يلدغ كده تعليقات غريبه ويجي، دي الحقيقه انا مش شايف ان هي يعني كل شويه دي بتقلل من رصيده الحقيقه الشخصي يعني. تعالى